السلام عليكم شباب وبنات. موضوع اليوم هو تمجيد الشباب لبعض القيادات الحزبية أو الأشخاص مثل المالكي أو الحكيم أو الصدر أو حتى أحيانا الرؤساء سابقين مثل صدام أو الملكية. وهنا لا أتحدث عن آراء وإنما أتحدث عن تمجيد لحد الاستماتة بالحوارات. وهنا يجي السؤال: شنو اللي راح تستفاده إذا استقتلت على مود المالكي وانت تعرف انه إنسان فاشل فشل بإدارة العراق خلال ال8 سنوات الماضية، وبسبب العراق عنده عجز في الميزانية وثلث العراق ضايع ومليونين مهجر ونازح، والجيش أغلبيته فضائيين. بيا عقل بيا منطق انت تأيده، يوم تأيده معناها انت شريك وياه بكل إخفاقاته. نرجع على جماعة الحكيم زعيم عصابة اللصوص وميليشيا بدر، اللي ما أحب أذكر جرائمهم العرقية والطائفية ولكن أحب أركز على أعضاء هاي العصابة. عصابة المواطنين عصر، متمثلة بجابر صولاغ وأبراج دبي وفندق افتتحها بسليمانية تكلفته المعلنة 300 مليون دولار، وما خفية كان أعظم. ونرجع على عادل زوية اللي غني عن التعريف. ونرجع على أحمد الشلبي اللي لا يزال ينكر ال4 مليار دولار اللي ضاعت بينه وبين بول برايمر. والقائمة تطول في عصابة الحكيم، وأكيد ما نسينا الباقين، لكن ما أريد أطول عليكم وأكيد راح أرجع لهم بفيديوهات ثانية. تحياتي لكم، تحياتي للطيبين، وانتظروا جديدنا. كان وياكم أوراس الخفاف.